ايه مالك زعلان ليه؟ اهدى كده، مالك؟ احنا لسه ابطال الدوري. اهدى اهدى اهدى، انا عارف ان انت تعبان شويه وعارف ان انت متنرفز. اهدى شويه. اتغلبنا من سبورتنج لشبونه ضربات جزاء وخرجنا من الدوري الاوروبي اللي احنا كنا مرشحين رقم 1 فيه، بس انا لسه عندي حلم تاني اللي هو الدوري الانجليزي. وانا اتفقت معاك الحلقه اللي فاتت، لو انت ما شفتهاش انزل شوفها بعد ما فزنا على فولهام. قلت لك ان الهدف الاساسي بتاعنا السنه دي الدوري الانجليزي، وقلت لك ان في ماتش العوده وده سبورتنج لشبونه لو اتغلبنا ما تزعلش، لان احنا مش هدفنا ان احنا نكسب الدوري الاوروبي قد ما انا غايب عن الدوري الانجليزي بقاله كتير وعايز اكسب الدوري الانجليزي. وساعتها قلت لك اكسب الدوري الانجليزي بالفورمه اللي انا فيها دي، باللعيبه دي، بارتيتا ده. انا عارف ان الماتش كان يحرق الاعصاب، انا كواحد بشجع ارسنال انا برضو اعصابي اتحرقت، ضيعنا فرص وكان في تخاذل، وطبعا العامل البدني عملها معانا، بس خلاص عادي يا جماعه، اتغلبنا ضربات جزاء. ولسه هنتكلم عن ارتيتا ورامزديل لان انا عارف ان انتوا شايلينه قوي 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 يعني وزعلانين من جواكم، فاهدى كده وروق. بس بقول لك ايه رايك في الحته دي؟ جميله والله، لسه اول لبسه ليها، لسه جايبها من عند ديربي ستور اللي بقول لكم هتكسبوا معانا فيه لو انت بتلعب فانتازي. خش معانا يعني. فايه رايكم يا جماعه؟ التفاصيل يا جماعه، تفاصيل والله. اهلا وسهلا بيك عزيزي الهاتريكاوي، عزيزي الارسنالي، في حلقه جديده من هاتريك الدوري الاوروبي. عايز تسميها هاتريك ارسنال، اللي انت عايز تسميه سميه يعني. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتشارك على السوشيال ميديا اللي تحت هتلاقيها في الديسكربشن. لو بتلعب فانتازي خش معانا دوري الهاتريكاوي عشان تكون واحد من 3 هيكسبوا معانا في نهايه الموسم اللي هو خلاص بينتهي. فلو عملت اللايك وعملت سبسكرايب يبقى يلا بينا بسرعه جدا نتكلم عن ارسنال سبورتنج لشبونه وايه اللي مستني ارسنال في الفتره القادمه. شوف يا صديقي، هي فكره ان انت تتعادل في لشبونه 2-2 دي كانت فكره كويسه جدا، وان انت كنت بتلعب بالتشكيله البديله. فساعتها انا قلت لك الحلقه اللي فاتت ان ده معناه ان ارتيتا مش مركز تمام التركيز في الدوري الاوروبي، وان الهدف الاساسي بالنسبه لارتيتا هو الدوري الانجليزي، لان هو كان بيريح عناصر اساسيه كتير جدا في ماتش سبورتنج لشبونه في الماتش الاولاني بتاع الذهاب. فساعتها انا طلعت قلت لك ايه من اولها كده من بدايتها، اهدى، احنا مش بنركز على الدوري الاوروبي اصلا. الراجل اداها لك في معلومه صريحه جدا، ان اللي نزل لك بتومياسو، نزل لك بلعيبه ثانيه، نيلسون نزل لك بكذا لاعب ثاني في الماتش الاولاني بتاع لشبونه، فكان واضح جدا ان احنا مش بنلعب على الدوري الاوروبي. والله كسبناه كان بها، ما كسبناهوش خلاص مش مشكله. لكن ان انت تيجي في لندن وان انت تجيلك فرص ان انت تقدر تخلص بيها المباراه وما تخلصهاش، ده بقى اللي يزعل. جات كذا فرصه لخيسوس اللي الحمد لله رجع وهيعوض بقى الغياب اللي كان عامله معانا بقى له 120 يوم، وهيخلينا نرتاح شويه لان احنا خلاص بقى عندنا مهاجم ان هو يقدر يخلص لي من 4 الفرص. لكن انت في بعض احيان من المباراه كنت مسيطر تماما على المباراه وعلى القياده العامه. لكن فكره يا جماعه ان تومياسو اتصاب اصابه يعني بسبب زحلقه فرشها كده من الاخر يعني، ده ما يخلينيش ازعل قوي لان بين وايت لسه موجود. هوب فجاه ويليام صليبا المدافع الاساسي بتاعي يتصاب، دي بقى المشكله، دي بقى اللي تزعل. قلنا عادي مش مشكله، لكن ان انت تيجي بعد كده بين وايت يمسك الرجل كده ويزق عليها، دي قلقتنا اكتر في حته ان احنا هل هيبقى في اصابات بالغه للعيبه دي وهنتعب بقى في شهر ابريل، دي تبقى كارثه. وهيرجع الغلط هنا على مين؟ على ارتيتا، لان قلنا لك يا ارتيتا دعم صفوفك في الانتقالات الشتويه اللي فاتت، وكان ابرز الحاجات اللي كنا بنطلبها كانت مهاجم. رحت انت جبت تروسارد، قلنا تمام زي الفل، انت جبت لاعب كويس، لكن انت ما دعمتش بقيه الخطوط. لكن الدنيا هتمشي بالبودله ان شاء الله، هتمشي هتسلك. فكره ان انت جبت الجون وقلنا تمام وتشاكا والاحتفال والدنيا حلوه، لكن الجون اللي جابه سبورتنج لشبونه ده قله ادب لا مؤاخذه وقله ربايه. ايه يا عم رامزديل في ايه يا عم؟ مش كده يا اخي، مش كده. عارف انت الغلطه فين؟ الغلطه مش في رد، مش في الجون نفسه، لا الغلطه في ردة فعل رامزديل، وهو بيرجع جه في وقت كده يعني قيمه ثانيه ثانيتين كده تباطأ شويه، حس ان هو خلاص هيقدر يلمس الكوره ويطلعها، لكن ده ما كانش حاصل لان انت ما قدرتش المسافه اللي ما بينك وبين الجون. فكان المفروض ان انت ترجع بسرعه اكتر من كده شويه، يعني انت لو بترجع بسرعه 1 المفروض تخليها 1.5 2. فانت لو كنت رجعت اسرع شويه كان زمان الكوره شكرا سافرت، على الاقل كنت هتخبطها بايدك مثلا، تخبط في العارضه وترد على ده، خبطت في ايدك مثلا وتطلع بره. لكن التباطؤ اللي حصل في جزء من الثانيه او ثانيه كامله ده هو اللي خلى الهدف يدخل. تيجي بعد كده تروح منزل تروسارد، تروح منزل اوديجارد، تروح منزل ساكا اللي هي العناصر الاساسيه بتاعتك عشان تحاول تلحق لك الموقف، وما يقدروش يلحقوا الموقف. فتخش بعد كده على ضربات جزاء. رامزديل حاول على قد ما يقدر، لكن في الاخر مارتينيلي قطعها بصراحه، يعني دي مش ضربه جزاء تحطها مارتينيلي. وزي ما انا قلت وبقول دايما من اول الموسم، من الموسم اللي فات يا جماعه، مارتينيلي بالنسبه لي لاعب فقاعه، لاعب يا جماعه مش مستديم، يعني ماتش فوق وماتشين 3 4 تحت. طبعا لاعب ممتاز، طبعا لاعب جيد، طبعا لاعب مهاري، لكن عدم الاستقرار
الاستقرار او عدم الاستمرار على مستوى واحد ده بيخلي اللعب بالنسبه لي ملوش لازمه. ما هو يا تلعب كويس غالبيه الماتشات وتقع في ماتش ماتشين اقول لك ماشي عادي عدم توفيق، لكن ان انت تلعب ماتش واحد او ماتشين كويس وتريح عليهم 3 4 ماتشات ده اللي مش مقبول. فعشان كده دايما بقول ان مارتينيلي ده لاعب فقاعه. المهم حط ضربه جزاء امبارح بطريقه يعني انا لو واقف في حراسه المرمى انا هصدها، يعني انا اهو بكرشي ده انا لو واقف في حراسه المرمى انا هصدها. ورامز ديل ما بيعرفش يصد ولا ضربه جزاء. وهنا بقى هنبدا نتكلم بسم الله الرحمن الرحيم في اول نقطه وهي رامز ديل. هل رامز ديل شايف ان هو الحارس الاوحد في ارسنال فمثلا مش همه حاجه؟ هل مستوى رامز ديل تاثر بالسلب مثلا مع الغرور مثلا ان هم خلاص فارقين 5 نقط في الدوري فالدنيا تمام؟ هل عشان مفيش منافسه مثلا من على الدكه بالنسبه له؟ طب انا هرجع اسالك سؤال تاني، لو لينو كان موجود او لو حتى ايميليانو مارتينيز كان موجود ورامز ديل هو اللي بيلعب، هل ده كان هيبقى مستوى رامز ديل؟ رامز ديل كحارس مرمى امكانياته حلوه جدا وامكانياته عاليه كحارس مرمى، يكفي عندك المرونه بتاعته في جسمه، سرعه رد الفعل اللي موجوده عنده، كل دي حاجات بيتميز بيها رامز ديل وحاجات تانية كتير. لكن سوء المستوى اللي حاصل في الفتره الاخيره ده شغل مدرب، مش شغل حارس مرمى لوحده، ده شغل مدرب. في لعيبه كتير لما بيجي مستواها ينزل او لما بتيجي تدلع شويه بالمعنى البلدي كان المفروض المدرب حراس المرمى بتاع الفريق ان هو يقرص عليه شويه، يزود عليه احمال في التدريب، يزود عليه حصص تدريبيه اكتر بحيث ان هو يرجعه للفورمه اللي هو كان فيها. من ناحيه حاجتين، كناحيه ان ده عقاب ليك ان انت بقيت مستهتر خاصه في الكوره بتاعت سبورتنج لشبونه، او عقاب ليك عشان مستواك ابتدى يتهز شويه. والحاجه الثانيه ان انا بديلك كفاءه اعلى، بديلك تدريبات اعلى عشان ترجع تحافظ على مستواك اللي احنا عارفينك بيه. والمشكله ان انت ما ينفعش تقع مني دلوقتي، احنا دلوقتي في قلب معصره الموسم، انا بنافس على الدوري، يعني انا عايزك ما فيش غلطه. اما على الناحيه الثانيه فنيجي نتكلم على ارتيتا. هل ارتيتا غلطان في اللي هو عمله؟ الاجابه لا، لان هو يا جماعه الكلام كان واضح والترتيب كان واضح والشغل كان واضح من ماتش لشبونه اللي فات. فانا عن نفسي انا كمعتز انا مش زعلان من ارتيتا تماما، بالعكس يا جماعه انا شايف ان ارتيتا عامل الصح بالنسبه له، عنده منافسه في الدوري الانجليزي اقوى واكبر بكتير من الدوري الاوروبي، فكان لازم اريح اللعيبه الاساسيه بتاعتي خصوصا تتابع المباريات اللي بيحصل، وغالبيه اللعيبه اللي عندي بتروح للمنتخبات الوطنيه في التوقفات الدوليه فطبعا بيتهلكوا اكتر، فكان طبيعي ان انا العب بالتشكيله البديله. كون ان انا كسبت فده الحمد لله، خلاص كسبت مش مشكله، لكن لو ما كسبتش ما ازعلش. فارتيتا بالنسبه لي لا يلام عليه، هو بس اللي ممكن يتلام عليه حاجه واحده بس، ان انت يعني كان ممكن تطمع في الماتش اكتر سنه. لو انت كنت طمعت في الماتش درجه كمان كان زمانك مخلص الماتش ده فرق 2 فرق 3 وما كنتش هتروح لوقت اضافي ولا كنت هتروح لضربات جزاء. قبل كل حلقه اطلع اسجلها سواء عن ارسنال سواء عن ريال مدريد سواء عن الفانتازي، بحب ان انا اتفرج على ردود الافعال بتاعه الناس على السوشيال ميديا. فمن الحاجات اللي انا بخش اتفرج عليها بالاخص جروب اسمه ملتقى مشجعي ارسنال فخر لندن، تمام كده. فالامبارح بعد الهزيمه حرفيا الجروب كان قايم نار، كان ولعه. الجروب ده اصلا يا جماعه في جماعه بيشجعوا ارسنال، يعني مش ممكن، مش طبيعي حبهم لارسنال يفوق اي حاجه تيجي في خيالك. ففي ناس كتير جدا على الجروب ده كانت بتتكلم ان ارتيتا هو الغلطان ورامز ديل هو الغلطان وازاي يحصل كده والفزلكه ومش عارف ايه وبتاع، وحملوا الليله كلها على ارتيتا ورامز ديل. على الناحيه الثانيه الجانب العقلاني اكتر في وجهه نظري ان الناس كانت بتتكلم ان احنا عندنا دوري انجليزي يا جماعه احنا لسه متصدرين، وده الهدف الاسمى ودي البطوله اللي احنا لسه مكملين فيها وهي الهدف الاعلى بالنسبه لنا. فلذلك وعليها يا جماعه يعني شغلوا العقل مش العاطفه. انا عارف ان هي تحرق الدم، يعني انا عارف ان هي تحرق الدم قوي، ان الماتش كان في ارضك وكان ممكن تخلص وكان ممكن تصعد لدور الثمانيه، لكن ما حصلش، خلاص مش مشكله. الدوري الاوروبي اصلا انت يعني مش هي البطوله الاساس بالنسبه لك، انت الاساس بالنسبه لك دلوقتي الدوري الانجليزي اللي انت بقالك فتره ما كسبتوش، وان شاء الله هنكسبه عشان التيشيرت ده انا شاريه عشان احتفل بيه معاك، وان شاء الله باذن الله ان احنا بنكسب الدوري. فعشان تفهم بقى ايه اللي جاي لارسنال وتفوت حته سبورتنج لشبونه والحمد لله ان احنا خرجنا من الدوري الاوروبي، تعال اقول لك ايه الماتشات اللي جايه لارسنال خلال هو ماتش واحد في شهر مارس، وتعال بص المذابح والمجازر اللي معانا في شهر ابريل. شوف يا سيدي، احنا عندنا يوم 19 مارس كريستال بالاس في الدوري الانجليزي ان شاء الله باذن الله، ده كده اخر ماتش في ايه في مارس. تعال بص بقى الماتشات اللي جايه لنا في ابريل. يوم 1 ابريل هلاعب ليدز يونايتد، تمام كده. يوم 9 ابريل هلاعب ليفربول. يوم 16 ابريل هلاعب ويست هام. يوم
21 ابريل هلاعب ساوثهامبتون، يوم 26 هلاعب السيتي، ويوم 29 هلاعب تشيلسي. انت متخيل في اواخر ابريل بص انا بلاعب مين؟ والمشكله ان انت لما تيجي تخش مايو هتلاقي نفسك بتلاعب يوم 6 مايو نيوكاسل، ويوم 13 مايو بتلاعب برايتون. انت بتلاعب التوب بتاع الدوري. يعني انا هلاعب السيتي في تشيلسي في نيوكاسل في برايتون ورا بعض. فلو جيت تفكر فيها بصراحه الحمد لله ان انا خرجت من الدوري الاوروبي. والله العظيم بجد ده اللي انا عايز اقوله لك من بدايه الحلقه، بس قلت ادرجها لك واحده بواحده. الحمد لله ان انا خرجت من الدوري الاوروبي. الدوري الاوروبي سواء بطوله قويه بطوله ضعيفه بطوله قاريه انا فاهم، بس فكك من ده خالص. انا عندي هدف حاليا، هو هدف اوحد بالنسبه لي ان انا اكسب الدوري الانجليزي، ولو كسبت الدوري الانجليزي هصعد تشامبيونز ليج. فالدوري الاوروبي بالنسبه لي مش بطوله فارقه قوي. كنت هستفاد ايه انا لما اصعد للدوري الاوروبي لدور الثمانيه والاقي نفسي مثلا بلعب يوفنتوس مثلا في دور الثمانيه؟ استفدت ايه؟ انا ما استفدتش حاجه. ده بالعكس، ده انا ههلك اللعيبه اكتر. ماتش في ارضي، بعد كده هروح اسافر لهم هناك في ايطاليا، وطبعا يوفنتوس مش فرقه واقعه، دي فرقه كويسه جدا، فهستفاد ايه انا؟ لا بالعكس، انا اجهز بقى للمطاحن اللي عندي يا راجل. ده انا بقول لك في ليفربول، وفي انا هلاعب في شهر مارس ثلاث فرق تقال. هلاعب ليفربول وهلاعب السيتي وهلاعب تشيلسي، وفي النص كده في التخاطيف كده هلاعب ليدز وهلاعب ويست هام وهلاعب ساوثهامبتون. فانا الحمد لله ان انا ما كملتش الدوري الاوروبي عشان ادي اللعيبه بتاعتي نفس شويه ان هم يقدروا يستعيدوا لياقتهم اسرع، ويبقى التركيز كله منصب على الدوري الانجليزي. خلاص يا باشا انا ما بلعبش على حاجه تانية في حياتي غير الدوري الانجليزي. ارتيتا كده هو قاعد معاهم في اوضه اللبس هيقول لهم ايه؟ بصوا يا جماعه احنا خلاص احنا شطبناها، احنا مش فاضل لنا غير البطوله دي، هناخدها. يا سلام بقى، يا سلام بقى، يا سلام بقى. اكسب بقى كريستال بالاس، اللي فيه كلام انا سمعته مش عارف ده اشاعه ولا بجد، ان كريستال بالاس اقال باتريك فييرا من التدريب كريستال بالاس فجاه كده، بس ما اعرفش دي اشاعه ولا بجد، يعني لسه هتاكد منها. فانت تكسب كريستال بالاس، تكسب ليدز يونايتد، ويا سلام كده لو يتعثر كده السيتي في ماتش من الماتشين اللي جايين قبل ما لعبه، فيبقى الفارق مثلا 7 نقاط 8 نقاط بيني وبينه، ولما يجي الماتش بتاعه اروح كمان احاول اتعادل معاه ولا اغلبه، خلاص كده انا خدت الدوري. ده بقى التفكير العملي، ده بقى التفكير المنطقي. اصل اقول لك على حاجه، ما نزعلش مني، يعني ما نزعلش مني. انت السنه اللي فاتت كنت بتقول يا رب اقعد في الدوري، مش هنحور على بعض، وكنت بتقول يعني لو قدرت حتى مش هلعب شامبيونز ليج خلاص يا عم العب دوري اوروبي. انت ما كنتش طمعان في الدوري، وكنت عارف ان انت مش هتاخد الدوري. احنا كل اللي احنا فيه ده احنا لسه في مرحله التكوين، ده احنا محتاجين لعيبه بالكوم يا باشا عشان تدعم الصفوف بتاعتنا. محتاج باك يمين قوي فوق بن وايت، يعني بن وايت كويس بس محتاج باك يمين قوي فوقيه. محتاج لعيبه في نص الملعب، لان امبارح في وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق جورجينيو كان نقطه تقل شويه في نص الملعب في وجهه نظري. يعني محتاج مهاجم تحت خيسوس، ومحتاج مدافع ثالث قوي بعد سليبا وما جاليش، لان المدافعين اللي موجودين على الدكه ما يامنونيش قوي يعني. فزي ما بقول لك كده الحمد لله ان الدوري الاوروبي احنا خرجنا منه، والسيتي مكمل في الشامبيونز ليج، وكل ما السيتي يكمل في الشامبيونز ليج ده حاجه حلوه ليك. لا ده مش شعر والله، ده انا يعني بكلمك عادي، هي جت كده. لان هو في الشامبيونز ليج يا باشا لو فاز وصعد بقى لنص النهائي، صعد للنهائي، ده بيجهد لعيبته اكتر. اي نعم هو عنده تشكيله اساسيه وتشكيله بديله، وعنده بدل البديل بديلين، لكن وارد ان انت تلاقي في بعض الماتشات يحصل له اصابه للاعب لاعبين 2 3 كده من الاساسيين، او الاجهاد يزيد على الفرقه كلها، فبالتالي هيتعادل مثلا في ماتش في الدوري، يتغلب ماتش في الدوري، فكل ده مصلحه ليك انت. فاهدى كده، اهدى يا اخي، مش كل حاجه كده. بس يا سيدي ده كان كلامي معاك عن ارسنال بعد هزيمه سبورتنج لشبونه، وايه اللي جاي لارسنال في الفتره القادمه. ما تنساش اللايك وسبسكرايب وشير، وتشاركنا على السوشيال ميديا اللي هتلاقيها في الديسكربشن، وتخش معانا دوري الهاتريكويه لو انت بتلعب فانتازي، عشان تكون واحد من 3 هيكسبوا معانا في نهايه الموسم. وطبعا انت فاكرني نسيت، لكن انا هفكرك لان انا ما نسيتش. روح فعل الجرس اتفضل. شكرا جدا ليك، سلام.